مرحبا يا جماعة، معاكم في فيديو جديد من قلب الحدث، حيث شهدنا اليوم مباراة قمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر 2-1. لكن الشيء الأكثر إثارة في هذه المباراة هو وجود المدرب المحتمل للنادي الأهلي جيس ثورب في المدرجات لمتابعة اللقاء عن كثب. في هذا الفيديو حنتكلم عن أبرز لحظات المباراة وأداء اللاعبين المميز، بالإضافة إلى ردود فعل جيس ثورب بعد انتهاء المباراة. هل أعجب باللاعبين؟ وهل هو قريب من التوقيع مع الأهلي؟ تابعونا للتفاصيل. مباراة اليوم كانت مليئة بالإثارة والتشويق، والكل كان منتظر فوز الأهلي على الزمالك، خصوصاً بعد الأداء القوي في الشوط الأول. ولكن كان هناك شيء مميز آخر في المدرجات. المدرب الدنماركي جيس ثورب، الذي كان حريصاً على التواجد في الاستاد لمتابعة أداء الفريق عن قرب. شاهدنا المدرب جيس ثورب وهو يتابع كل تفاصيل المباراة بعين فاحصة، ويشيد ببعض اللاعبين الذين لفتوا انتباهها. كان يبدى تركيزاً كبيراً على التحركات التكتيكية للاعبين داخل الملعب، وأظهرت كاميرات النقل التلفزيوني جيس وهو يدون ملاحظات خلال المباراة. وما لفت الأنظار أكثر هو رد فعل جيس ثورب بعد المباراة، حيث تحدث عن أبرز اللاعبين الذين تألقوا اليوم. كان أول من تحدث عنه هو حسين الشحات، حيث قال: حسين قدم مباراة ممتازة، هو لاعب سريع ومهاري، ووجوده في الهجوم كان مميزاً. هدفه كان رائعاً، لكن ما أعجبني أكثر هو تركيزه في الضغط على المدافعين وإزعاجهم بشكل مستمر. هذا النوع من اللاعبين له قيمة كبيرة في أي فريق. ثم أضاف ثورب عن مروان عطية: مروان هو قلب الفريق في الوسط، هو مش بس لاعب وسط دفاعي، لكن كمان كان صانع ألعاب اليوم. تمركزه الجيد وتمريراته الدقيقة ساعدت في بناء الهجمات من العمق، وهذا مهم جدا في المباريات الكبيرة مثل هذه. أنا مهتم جدا بمشاهدته عن كثب في المستقبل. أما عن ياسين مرعي فقد كان رأي جيس واضحا. ياسين كان صخرة الدفاع اليوم، كان متماسكا وهادئا تحت الضغط، ونجح في إيقاف هجمات الزمالك بذكاء. هو مدافع قوي وله دور كبير في تحسين خط الدفاع بشكل عام. بالإضافة إلى إشادته بالمستوى الفردي لبعض اللاعبين، ثورب أعرب عن إعجابه بالأداء الجماعي للفريق وقال: الأهلي قدم أداء جيدا اليوم، خصوصا من حيث التنظيم الدفاعي والهجومي. الفريق كان مرنا ويعرف كيف يضغط على الخصم في الوقت المناسب. رغم أن المباراة كانت صعبة، لكن الأهلي أظهر أنه فريق قوي قادر على التعامل مع المباريات الكبيرة والتحديات. كما أشار ثورب إلى أهمية الفوز في هذه المباراة بالنسبة للفريق. الفوز اليوم على الزمالك في ديربي القاهرة مهم جدا على صعيد الثقة. هذا النوع من الانتصارات يعزز الروح المعنوية ويساعد الفريق في المضي قدما نحو تحقيق الأهداف. أما عن مستقبله مع الأهلي، كان جيس ثورب حذرا في تصريحاته بعد المباراة، حيث قال: أنا هنا لمتابعة المباراة عن كثب. هناك مفاوضات قائمة بيني وبين إدارة النادي، لكن الأمور ما زالت قيد الدراسة. اليوم كان فرصة رائعة لرؤية اللاعبين في المنافسات الكبرى، وبالتأكيد أؤمن أن الأهلي يملك فريقا قويا للغاية. في ظل هذه التصريحات، يبدو أن التوقيع مع جيس ثورب قد يكون مسألة وقت فقط، خاصة مع الأداء المميز الذي رآه اليوم. الكل ينتظر ما ستسفر عنه الأيام القادمة بشأن التوقيع مع جيس ثورب بعد هذه المراجعة الدقيقة لمستوى اللاعبين. الأهلي فاز اليوم في مباراة كبيرة، وتواصل المفاوضات مع المدرب الدنماركي. يمكن أن تكون الخطوة المقبلة في بناء الفريق للمستقبل. تحولت خسارة الزمالك في مباراة القمة 131 أمام الأهلي إلى عامل ضغط كبير على المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، حيث طالب العديد من جماهير الفريق برحيله عن منصبه عقب الهزيمة 1-2 في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2025 إلى 2026. وبعد الخسارة تعرض فيريرا لانتقادات شديدة من جانب مسؤولي النادي بسبب أسلوبه التكتيكي الضعيف، خصوصا في إدارة الشوط الثاني الذي شهد تحولا كبيرا في سير المباراة، حيث كانت السيطرة لصالح الزمالك في الشوط الأول، لكن الفريق تراجع بشكل مفاجئ في الشوط الثاني، ما أتاح للأهلي تحقيق الفوز. وأكد مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك أن هناك اتجاها قويا داخل إدارة النادي للتحدث مع جون إدوارد المدير الرياضي للفريق حول مصير يانيك فيريرا في ظل الانتقادات المتواصلة التي يواجهها المدرب البلجيكي.
والتي بدأت منذ توليه المسؤولية بسبب سوء الأداء والتذبذب في النتائج. من جانب آخر، تعرض مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب لضغوط جماهيرية وإعلامية كبيرة للبت في مصير فيريرا، خاصة بعد فقدان الفريق ل5 نقاط كاملة في آخر جولتين من الدوري، مما أثر سلباً على موقف الفريق في جدول الترتيب. وقد زادت الضغوط بشكل خاص بعد الخسارة أمام الأهلي التي أظهرت تراجعاً ملحوظاً في أداء الفريق رغم الأداء الجيد في الشوط الأول. جمهور الزمالك أبدى استياءً كبيراً، مطالباً الإدارة بالتدخل السريع لضمان استعادة الفريق لهيبته في المسابقات القادمة. وفي إطار هذه الضغوط، يعتبر جون إدوارد هو المسؤول الأول في اتخاذ القرار بشأن مستقبل يانيك فيريرا، حيث يمتلك صلاحيات كاملة للتفاوض مع المدرب واتخاذ قرارات حاسمة تتعلق بمستقبله مع الفريق. ومن المتوقع أن يتم حسم مصير فيريرا في الساعات المقبلة بناء على المشاورات الداخلية داخل النادي. يتعين على إدارة الزمالك اتخاذ قرار سريع وحاسم بشأن مستقبل المدرب البلجيكي في هذا التوقيت الحساس، حيث يحتاج الفريق إلى استعادة توازنه ورفع الروح المعنوية للاعبين بعد سلسلة من النتائج السلبية، وذلك في إطار سعيه لتحقيق طموحات جماهيره في البطولات المحلية والدولية. في ظل تصاعد الانتقادات والضغوط الجماهيرية والإدارية، يواجه فيريرا خطر الرحيل عن الزمالك في وقت صعب يمر به الفريق بعد الهزيمة من الأهلي وفقدان النقاط في الدوري. ستكون الأيام المقبلة حاسمة في تحديد مستقبل المدرب البلجيكي داخل القلعة البيضاء.